الشواطئ المشهورة في أسبانيا، واللي بيتخطى عددها 3000 شاطئ، ومنها شاطئ إيبيزا اللي بيعتبر من أشهر الشواطئ وأجملها، وهيكون المكان المناسب للي بيحب موسيقى الجاز كمان. ده غير شاطئ تنريفي اللي بيسموه جنة البحر المتوسط. عشان تقدر تعمل كل الحاجات دي وأكتر محتاج من 7 ل 10 أيام عشان تقدر تستمتع بكل مكان في البلد، وما تنساش تاخد صور مع المباني الأثرية اللي بيتميزوا فيها ببراعة الهندسة المعمارية. وزي ما الدنيا معروفة بنهر النيل، الصين كمان معروفة بالنهر الأصفر أو هوانج هوهو، اللي يعتبر سادس أطول نهر في العالم، وتسمى بالاسم ده لأن لون المية أصفر بسبب تآكل التربة، وبقى اللون الأصفر بيمثل الشعب الصيني، وهناك بيعتبروا أهمية النهر الأصفر في بناء حضارتهم زي ما نهر النيل كان ليه تأثير على الحضارة المصرية القديمة، وخصوصا لأخطر حي في العالم موجود جواها وهو حي بيتاري. وانت بتتمشى في الحي هتلاقي قدام كل الكنائس مجموعة من الناس بيعزفوا وبيقولوا ترانيم عشان يقووا إيمانهم ويجمعوا أي حد ماشي يشاركهم. مش هتلاقي أماكن كتير تقعد تشرب فيها حاجة، لكن بالتأكيد هتلاقي واحد معدي وشايل على كتفه القهوة اللي بتشربها وانت واقف في الشارع. برغم من ان نيروبي هي العاصمة، لكن مدينة مومباسا في كينيا حكاية تانية خالص. مومباسا هي تاني أكبر مدينة في كينيا، وكل شبر فيها بيتميز بحاجة معينة. يعني مثلا شوارعها بتتميز بالبيوت الجميلة اللي شبابيكها واسعة جدا، وشواطئها اللي بتدخلها بكل حرية من غير ما تدفع تذكرة، واللي بتتميز بصفاء المية والرمال البيضاء. وبما ان كينيا مشهورة بالأفيال، فهتلاقي في أشهر شارع في المدينة تمثال أنياب الفيل. وما تستغربش كمان لو انت ماشي في زنزبار وسمعت بعض الكلمات العربية، أو راجل لابس جلابية، أو لقيت أبواب وأماكن متزغرفة زخرفة عربية. ده بسبب ان لحد سنة 1964 كانت زنزبار تحت حكم سلطنة عمان. زنزبار كمان كانت مشهورة بتجارة العبيد، وكان فيه مبنى بيحطوا فيه العبيد في البدروم بتاعه اللي بيتكون من حجرتين فيهم 3 فتحات للتهوية بس، وكان بيقعد في الحجرة الواحدة أكتر من 70 أم بأطفالهم. وما ينفعش تكون في زنزبار وما تزورش جزيرة السجن، واللي اتسمت بالاسم ده لأنهم كانوا بيخططوا يبنوا فيها أكبر سجن في العالم، لكن بعد كده بقت مكان لحجز المرضى المصابين بالحمى الصفراء. فمثلا في ولاية كارناتاكا في شهر ديسمبر من كل سنة الأبهات بيطلعوا قمة معبد هناك وبيرموا أطفالهم اللي لسه مولودين. بس ما تقلقوش، هما مش بيموتوا، لأن بيكون واقف تحت مجموعة من الناس ماسكين ملاية عشان يلحقوهم بيها، وبيعملوا كده اعتقادا منهم إن الطفل ده هيكون حظه حلو في المستقبل. وعشان تقدر توصل لقبيلة كورواي هتمشي بالساعات في الغابات، ومش هيكون فيه أي اتصال بالإنترنت لأنهم عايشين في عزلة تامة عن العالم الخارجي من سنين. الموضوع هيبدأ يكون مخيف لما هتحاول توصل لهم عن طريق انك تمشي وراء اثار رجليهم لحد ما توصل لحتة موجود فيها علامة اكس، واللي بيوصلوا بيها رسالة لأي حد انه ما يتخطاش النقطة دي. برغم ده هتسمع عزف علناي مصنوع من البامبو للترحيب بأي حد جاي، بس هم مش بيكونوا بيرحبوا بيك قوي، هم بس مبسوطين ان وجبتهم لليوم ده جت. لكن لو حابب تلطف الموقف شوية تقدر تقول لهم كلمة كترة، واللي معناها مرحبا، ساعتها هيستقبلوك في بيوتهم.